السلام عليكم بنات، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. في بداية الفيديو أحب أشكركم على دعمكم المستمر لي والقناتي بكلامكم الجميل. ما تعرفون قديش كلامكم بالنسبة لي فرحة وسعادة، وأحس إني مبسوطة كل اليوم بمجرد ما إني أشوف تعليقاتكم وأحد كاتب لي كلام حلو، أحد عامل لي لايك، أو نسبة المشاهدة للفيديو زادت، أو عدد السبسكرايبرز زاد. فأنتوا بالنسبة لي فرحة عمر وكل الأمل. أشكر الناس اللي تواجدت بآخر فيديو على كلامها وتعليقاتها جدا جميلة. راح أذكر بعض أسامي البنات اللي كانوا متواجدين بالكومنتات وعلى دعمهم المستمر لي وكلامهم الجميل. أول حاجة أمي ثم أمي، وفي كمان الديمة لؤي وهجهي وراما شو، وكمان صالحة علي وستايل 899 وندى 121 ومها الشريف، وكمان جو 22 وربي رضاك والجنة، وبتول أنا أحبك مرة كثير وأحبكم كلكم، وإن شاء الله ربي لا يحرمني منكم، وربي يجعلكم دايما سبب لسعادتي وفرحتي. صدقوني أنا أحبكم مرة كثير، وأتمنى من ربي إني أشوفكم كلكم ونكون مع بعض close friend. يلا خلونا نبدأ الفيديو حق اليوم. فيديو اليوم حيكون عبارة عن إيش هي أفضل 10 منتجات مفضلة عندي وخلصت من عندي، وكل مرة تخلص من عندي أنا لازم أروح أجيبها، مستحيل يعني تخلص وما أجيبها. يلا نبدأ الفيديو وكملوا معاي للآخر. خلونا نبدأ أول حاجة بالغسول أو المقشرات الخاصة بالوجه. راح أقول لكم أول حاجة إنهم متوفرين بالصيدليات وبالسوبر ماركتات. هنا في السعودية عندنا بصيدلية النهدي، ممكن تلاقيهم ببن داود. أسعارهم جدا حلوة ومعقولة، يعني ما تزيد عن 30-35 ريال. تتراوح بهذه الأسعار. كمياتهم ممتازة، تقعد معاكي من 1.5 شهر إلى 2 شهر. يعني كلها مثبتة طبيا وما في منها أي مضار لو أنت استخدمتيها بالطريقة الصحيحة. خلوني أول حاجة أبدأ بكلين أند كلير مورنينج إنرجي. هذا الغسول هو مقشر وغسول في نفس الوقت، مدعم بفيتامين سي. تستخدمينه في الصباح حتى يعطي بشرتك انتعاش ونضارة وحيوية. أنا صراحة جربته أكثر من مرة، كل مرة أحس إني مستحيل أتخلى عن هذا الغسول والمقشر لأنه جدا ناسب بشرتي، وكمان الاستخدام الدائم له يعطي بشرتك نضارة وتفتيح. ثاني حاجة اللي هو من نيتروجينا فيزيبل كلير 2 في 1. هو غسول ومقشر في نفس الوقت. يستخدم للبشرة الدهنية أكثر من البشرة الجافة أو الحساسة، بس بحكم إني أعاني من مشكلة إنه عندي منطقة التي زون تكون دائما دهنية، وأحيانا أحس إنه في رؤوس سوداء بالأنف أو زيوت عندي في الأنف، على طول بستخدم هذا الغسول والقناع لهذه المنطقة حتى يخلص الرؤوس السوداء والشوائب والدهون، يزيل فعلا كل الرواسب. فلو كانت بشرتك دهنية لازم يكون عندك هذا الغسول والمقشر اللي في نفس الوقت جدا رائع، ونتائجه جدا حلوة في التخلص من الزيوت والدهون. بالنسبة للمقشر الثالث اللي هو بخلاصة المشمش، عيب هذا المقشر انه دائما سولد اوت، يعني ما هو متوفر. قد ما نتائجه رائعة وقد ما انه حلو، دائما ما هو متواجد بالاسواق. فلو كنت يعني نزلتي مرة على الصيدلية او على السوبر ماركت ولقيتيه، لا تترددي انك تقتنينه، لانه ممكن المرة الجاية ما تلاقينه. هذا في منه انواع، في للبشرة الدهنية، في للبشرة الحساسة، في للبشرة الجافة. هذا اللي بخلاصة المشمش اللي لونه زهري للبشرة الحساسة والجافة في نفس الوقت. فجدا حلو. دائما لما بكون حاطة ميك اب ثقيل وكانت عندي سهرة ومسحت كل الميك اب وبدي اتأكد انه المكياج كله راح وبشرتي يعني تنقت، على طول بلتجئ لهذا المقشر اللي هو اقوى من كلين اند كلير، بس لا تستخدمينه بشكل يومي
لأنه يعني مفعوله قوي. هو صح خفيف ولطيف على البشرة وما يحمر البشرة ولا يهيجها، بس نضل نقول إنه التقشير الزايد للبشرة مو كويس. آخر حاجة هذا الغسول اللي بنقارنيه جدا رائع يا بنات، جدا حلو. لو كنتي انت تبي تفتحي بشرتك وانت اوريدي معتنيه ببشرتك، يعني انت بتستخدمي كريم الليل وتستخدمي كريم النهار واقي شمس وبترطبي بشرتك على طول، وتبغي نتائج اضافيه للتفتيح، لا تترددي انك تستخدمي هذا الغسول اللي بنقارنيه للتفتيح. مره حلو، بيفتح البشره، بس ما هو من اول شهر، يعني لازم تستخدميه شهرين، شهرين ونص حتى تبان معاكي النتائج. دائما نقول انك لو سبتي اي منتج راح ترجع بشرتك وتنتكس، فعشان كذا دائما خلي هذه المنتجات اقتنيها، دائما تكون عندك حتى تكوني محافظة على نضارة وبياض وتفتيح بشرتك الدائم. هذه المنتجات متنوعة، في شيء للجسم وفي شيء للمنطقة الحساسة وفي حاجة للشعر. أول حاجة اللوشن الجسم اللي من نيفيا بزبدة الكاكاو، ترطيبه جدا جدا عميق ورائع يا بنات. لو كانت بشرتك حساسة أو جافة مرة ممتاز، وما يتكتل وما يدبق معاكي، خفيف وتمتص البشرة بسهولة. كميته جدا حلوة، تقدر تقعد معاكي شهرين، وسعره معقول ما يتجاوز ال25 ريال. ثاني حاجة اللي هو المقشر من ناتشرالز باونتي. هذا المقشر يغنيك عن كل المقشرات اللي من الماركات الثانية، يعني من ذا بادي شوب ولاش وغيره. هذا بيغنيك عنهم كلهم. سعره معقول، يمكن تقريبا 30 ريال. كميته جدا حلوة، تقدري تستخدميه مرة واحدة في الأسبوع. في أنواع، يعني في حاجة بالخيار وفي حاجة بالفراولة، بس لا تفكري تستخدميهم، خليكي على اللي بالمشمش لأنه هو أفضل شيء. فجدا رائع، وحاولي انه يكون موجود عندك، لانه التقشير يا بنات مو بس بينعم البشرة، كمان بيفتحها ويعطي بشرة جسمك نضارة، وحتى انه بيخلصك من مشكلة احيانا المناطق الغامقة اللي تكون عندنا احنا البنات، اللي هي يعني عند معظم البنات اللي هي الركب والاكواع والمناطق الخشنة بالجسم. فهو الاستخدام الأسبوعي له هذا المنتج بيساعد إنه يخفف من هذه المشكلة. ثالث حاجة اللي هو الماسك من لوريال الفيف، جدا حلو. هذا الماسك بالسيروم، عادة أنا بستخدمه مرة واحدة في الأسبوع ويعطي نتائج مرة حلوة. حاولي، بس نصيحة أقول لكم يا بنات، لا تغسلي شعرك كل يوم في الأسبوع، يعني حاولي تغسلينه 3 مرات في الأسبوع، يعني لا تغسلينه يوميا حتى الشعر ما يفقد الزيوت الطبيعية اللي موجودة فيه. حاولي تغذي شعرك بالماسكات زي هذا الماسك للشعر الجاف والتالف، جدا رائع وبيرطب شعرك بطريقة مرة حلوة وريحته كمان حلوة. آخر حاجة هذا الغسول اللي من كير فري المنطقة الحساسة. انتوا اكيد بنات عارفين انه احنا لازم نعتني بهذه المنطقة ونستخدم لها غسول، بس ما نفرط في استخدام الغسول، يعني مو بعد كل حمام انت تستخدمي الغسول، لا خلي استخدام الغسول مرتين في اليوم، لا تكثري بزيادة لانه ممكن يسبب لك التهابات وفطريات للمنطقة. بس اجمالا هذا الغسول هو افضل شيء انا جربته، وسعره ما يتعدى 20 ريال، موجود بكل الصيدليات والسوبر ماركتات. آخر منتجين راح أتكلم عنهم خاصين بالأسنان. معجون الأسنان اللي من سنسوداين، يمكن سعره 22 ريال، جدا ممتاز. ما أنصحك تجربي أي معجون غير سنسوداين لأنه جدا كويس، ولو كانت أسنانك حساسة عندك لسه ملتهبة سنسوداين هو الحل الوحيد. انتعاش وجدا نتائجه حلوة، وبيعطي كمان تبييض للأسنان. كمان الغسول الفم اللي من ليزرين، أنا كثير بحبه، بحب يعني طعمه، لأنه بيعطي انتعاش في النفس، طعمه على نعناع. سعره يمكن تقريبا 25 ريال، بس الكمية حلوة وتقعد معاكي فترة طويلة.
فهذا هو الحاجتين الأساسية اللي بعتمد فيها على عنايتي بالأسنان. لو كنتوا حابين أعمل فيديو عن عنايتي بأسناني اكتبوا لي بالتعليقات إنه تبغوا فيديو عن عنايتي بالأسنان، وأنا راح أعمل لكم فيديو أكيد بدون تردد عن طريقتي في العناية بأسناني. هذا كان الفيديو لليوم، أتمنى يا رب يكون نال على إعجابكم. ولو عجبك الفيديو اكتبي لي في التعليقات إنه عجبك الفيديو واعملي لي لايك، شجعيني بلايك، واعملي الفيديو نشر، يعني اعملي له شير. ولو عجبتكم فكرة الفيديو لليوم وكنتوا حابين أعمل فيديو عن إيش هي أسوأ 10 منتجات أنا جربتها وما أنصح أي أحد إنه يجربها، اكتبوا لي في التعليقات. كمان لو كنتوا حابين أعمل فيديو عن روتيني للعناية بأسناني اكتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله راح أعملهم الفيديوهات لو كان عليهم طلب. وخلونا نقول إنه نوصل هذا الفيديو ل 300 لايك، ولا تقفلي أو لا تخرجي من الفيديو إلا وإنتي مشتركة من القناة، لأنكم إنتوا دائما مصدر للسعادة والفرح بحياتي كلها، وربي لا يحرمني منكم. ومن هنا الفيديو جاي، أشوفكم على خير، وانتبهوا على نفسكم. أحبكم مرة 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 كثير. مع السلامة. مع السنوات أدركت أن الاعتذار لا يسقط الهيبة. أجمل الاعتذارات ما كان في موطن قوة، أن تعتذر لطفلك، لزوجك، لتلميذك، لعملك، لشعبك، أن تعتذر لنفسك.